طيب السيبي بواحد الطريقه بحال ديال المطاعم، كتجي بنينه بزاف بزاف والله. جربوها وخليكم مع الطريقه ديال الوصفه كيفاش غادي ندير ليها. بعدا يلا شديتها غسلتها مزيان، اصلا راه كنت غاسلاها قبل وكانت في الفريغو. دابا ملي جبتها نتوما كتشوفوا بارده مقطعه طريفات بحال هكا. ضروري هاد الجليده هادي ها هي، هذه ضروري خصكم تحيدوها. شفتوا؟ وغادي نخليها ترقد في الماء والخل واحد 10 دقائق ونرجع نوريكم الوصفه. من بعد ما رقدتها صفيتها وغادي نزيد فيها هنايا شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، القزبر، الملح، معلقه كبيره ديال الطحين، زعتر. وديروا اي منسم عندكم، نتوما بودغ اللي بغيتو، مع كاس ديال الماء. دابا غادي نخليها تبقى مرقده حتى يقرب يأذن ان شاء الله، وديك الساعه نديرها التقله باش ناكلوها سخونه ومقرمشه، كتجي واعره واعره. نسيت ما قلتش لكم واحد الحاجه، فاش كنحيدوها من هذا الخليط كنهزو وحيده وكنفندوها في السميده. عند كنديروها في الفران ولا في اي فراير، ضروري السميده. شوفوا لي المذاق حتى يأذن ان شاء الله، نوريكم الطويبله وكلشي. الناس غادي نجرب كيكه ديال احمد الزاوين خايب السميه. قولوا لي واش زوينه ولا لا. الناس اللي جربوها قولوا لي واش بنينه، واش تستاهل نخسر عليها اختي داك المقادير ولا لا. عرفتوا داك المقادير يدوزوا لي سيمانه ديال الفطور في رمضان والله ما تجي زوينه. شوفوا راه دابا غادي نمشي ناخذ المقادير ديالها وغادي نجربها. اللي جربتها تقولي واش تستاهل ولا لا، ولا غير عادي. الا كانت عادي بلا ما نحتاج نجربها. اللي اختي كي جاتني هاد الشده، شوفوا غنبقى عليكم في رمضان هاد الشدات حتى النهار العيد باش يطلع لنا اختي السر ان شاء الله. المهم هاد الشده راه وليت كنحبها، وليت كتهنيني نيت من الشعر ما يطيحش ليا في الماكله، وفي نفس الوقت كنحس براسي خفيف شاده بلا ما نبقى ندير الشعر هنا وندير الشعر هنايا، مرتاحه بحال هكا. قولوا لي واش نبقى بهاد الشده ولا لا والله حتى زوينه وحق الله العظيم. البنات غنجربوا ديك الكيكه المعلومه ديال احمد. هانتوما خديت الشكلاط. قولوا لي واش المقادير هما هادوك بعدا. كريم باتيسير. دابا انا غنجربوا بواحد الطريقه اقتصاديه على البدايه. خديت هذا عوض زعما ما ندير كيكه ونفرستها وداكشي، خديت هادو هما على شكل كيكه. هادو هما كيكه. وغندير دانيت والحليب زعما تصدق نصورها لكم. المهم ندوزو معايا بارتو وغادي نجربها معكم بواحد الطريقه شفتها حتى انا وغادي نقلدها. انا شفتها وشهاتني بزاف ودارها واعره بزاف. هذا واحد خليجي وغادي نديرها حتى انا. خليكم معايا. خويا الحاجات قولوا لي فين وصلت التوجات ديال الفطور. انا لقيتوني ساليت. شوفوا غادي تقولوا لي حيت انا اليوم فقت مع 8 الصباح وجدت كلشي. غتقولوا لي انت من 8 الصباح حتى كتوجديش كتوجدي لينا. شوفوا انا واخا تبقى عندي غير يعني تكون غنطيب غير بيضه وحده مسلوقه نحطها في الفطور غنطيبها ونحيدها عليا. انا اليوم درت درت الحوت. شرملته حيت انا صراحه ما كناكلوش حنا ماكله بارده ولا كنعاودو نسخنوها. فهموني. انا دابا بحال غندير الحوت شرملته وغادي نخليه تيقرب وندخلو في اي فراير دغيا كيطيب. السيبيا شرملتها ومجهيه ناكلها مقليه. درت البايله حتى هي جمعت المقادير ديالها، يبقى لي غير نشعل عليها البوطه. درت عصير ديال الدنجال ودانيت. عصير ديال الدنجال ودانون ديال دانيت كيفاش كيجيو البنات غترحموا ليا ليه الوالدين. راه صورت لكم كلشي. غادي نسيق وغادي نبدا ندير في المونتاج. صافي شنو درت درت شي حاجه اخرى. درت سلطه ديال الخضره، خضره مسلوقه، وداكشي هي الوحيده اللي درتها. درت لها المايونيز حيت كنبغي ناكلها بارده. صافي الله يجعل البركه. قوت الماكله وقوت داكشي. انا ما عنديش معاه زين ناكل داكشي اللي غادي ناكل فوق الطبله والله يعاون. صافي ودابا يا اختي جني وجنوني وهوايشي كيبغيو ليا. دابا من بعد ما ساليت غسلت لهم معينات غنسيق صافي ونمشي. يبقى لي الوقت فين نصلي ونقرا القران باش هكا ما نضيعش الوقت بزاف. غندير دابا هاد المعطر هذا ما نبقاش فيه بزاف باش نغتي ريحه النقا ونكون مساليه شقايه ونمشي نرتاح. اليوم تاكدت ان العين حق. فوق ما كنقول لكم راه كنسالي بكري وكنبقى غير مرتاحه. اليوم دابا تقريبا شي 6 بديت كنقلي في السيبيا ويتقطع ليا الضو. تقطع ليا الضو. المشكله على الحوت اللي دايره في الفران. شوفوا الزهر كيفاش داير الحوت في الفران. دابا غنصدق نقليه، ما يمكنش نتعطل اكثر من هكا. ما عرفاش الضو انا فوقاش غادي يجي. شوفوا ليها الحوت عرفتوا باقي سخون. انا دايره كيطيب يعني في الفران حتى تقطع الضو. هانتوما شوفوا ليا والو الضو ما كاينش. شوفوا كلشي تقطع عند الضو. ها انا يا اختي كنقلي في السيبيا ودايره هاد الروز هذا. هذه طريقتي في البايله كيجي فيها الروز واعر ديال بصح. والسيبيا راني وريتكم كيفاش درت هاد الشرموله وكنفندها في السميده وكنقليها.
بقى فيه غير اتاي هذا وما عنديش حتى مقراش فين غادي نسخن اتاي. عصير ديال الدنجال الا شربتيه ما عمرك غتفكري تجربي شي عصير واحد اخر من غيره، كيجي واعر بحال كتشربي شي حاجه ديال الشكلاط. والدنجال ما كيجيش المذاق ديالو بالمره. انا خديت دنجاله وحده نقيتها وغادي نسلقها وندخلها تبرد، وفاش غادي تبرد غادي نطحنها. درتها هي الاولى، من بعد ديروا نتوما ساشي ديال كوبل ولا اللي بغيتو، ودرت جوج ديال دانيت، ضروري دانيت هذا باش كيجي فيه واحد المذاق غزال. ومن بعد طحنوا كلشي وقد ما برد قد ما كيجي واعر. شوفوا ليا ملي برد وعقاد، جربوه والله ما غادي تندموا، غادي ترحموا ليا الوالدين. فعلا عصير اقتصادي وكتجي فيه كميه كثيره وبالصحه والراحه. بالصحه فطوركم. حنا يلا اذن عندنا، يلا لقيتونا غادي نفرقوا الصيام ان شاء الله. واخا راه الضو عندنا مقطوع. شوفوا دابا راني غير خارجه للشرجم، باقي شويه ديال الضو كنهضر معاكم فيه. نتسنى في محمد غير يمشي على الله يلقى الشمع غير باش نحطوه. عرفتوا انا كان عندي بزاف ديال الشمع وكلشي لحتو والله. عرفتوا انا كناكل اكثر من 3 تمرات، كنقدر نوصل حتى 6، كنحماق عليه. المهم هانتوما حنا راه جبنا شميعات ديبانينا بهذا الشيء اللي عطا الله. اتي عمرته غير من روبين صافي. المهم ها هي السيبيه كيفاش جات. الحوت الحمد لله ما قليتوش حيت انا الفران كان عندي خدم. ملي حليت الفران لقيتو تبارك الله طاب زبده صافي. سالاد هاد البايله هادي اللي كنديرها غير في المقله كيفاش جات. هذا عصيري يا ربي ماشي عصيري رايبي. وهذا العصير المعلوم ديال الدنجال اللي قلت لكم كيجي واعر ديال بصح صافي. الله يجعل بركه. المهم كنحطو حنا داكشي اللي غادي ناكلو. الا بغيتي راجلك يرضى عليك صايبي لي هاد البسطيله ديال الدجاج، كتجي زوينه. وغنصايبها معكم بواحد الطريقه اللي سهله بزاف. اول حاجه كناخذ نص كيلو ديال صدر الدجاج كنفلحو باش كامل يجيني بنين وتدخل لي العطريه. بالنسبه للعطريه اللي غادي ندير، الخرقوم، شويه ديال الابزار، قياس معلقه صغيره، سكينجبير، الملحه، وغادي نزيد ضامه ديال الزعفران. تقدروا ديروا نتوما زعفران شعره. خديت هنايا نص كاس ديال الزيت العاديه. من بعد غادي نزيد هنا 3 البصلات مشلضين، انا درت قياسي. درت هنايا شويه ديال الربيع تقريبا معلقه صغيره، القرفه عواد. وغادي نخلي داكشي يتشحر ويتقلع على خاطر تقريبا واحد 40 دقيقه. من بعد ما طاب ليا داك الصدر مزيان حيت خاصو يطيب مزيان تيتفرتت ليا دغيا دغيا، حيدته. او غادي ناخذ الدغميره، غادي نقليها حتى هي بوحديتها. وغادي نزيد عليها شويه ديال القرفه مع شويه ديال السنيده مع ديال الزهر. هذه ديال الزهر كتعطي لذه زوينه. وغادي نخليه يتقلى على خاطرها، يعني الدغمر ليا على خاطرها. من بعد غادي ناخذ انايا هذاك الدجاج غادي نفرتو بهذه الطريقه هذه. فاش كيكون طايب راه دغيا كيتفرسس. من بعد ما الدغميره طابت ليا غادي نصفيها حيت ديك الزويته هي باش غادي ندهن الورقه ديال البسطيله. ناخذي كاوكاو، خذي اللوز اللي متوفر عندك. غادي نزيد عليه هنايا القرفه، شويه ديال السنيده، وغادي نزيد الزهر كتعطي لذه واعره. من بعد ما تصفات لي الدغميره ديالي من الزيت غادي نزيد فيها 3 البيضات كيف ما قلت لكم القياس اللي دايره انا، 3 ديال البيضات. وغادي نخليها تقلى باش تجمع ليا مع داك البيض. من بعد غادي ناخذ هنايا الورقه دهنتها بديك الزويته اللي صفيت من الدغميره، ما استعملت حتى شي زيت وحده اخرى غير ديالها هي راه كفاتني. من بعد غادي نبدا ندير في الطبقات. درت طبقه ديال كاوكاو ولا اللوز ولا اللي عندكم. درت هنا الطبقه الثانيه الدغميره والدجاج، وغادي نديرها في الفران تحمر غير من التحت غير بشويه باش تاخذ داك اللون ذهبي. يعني ما غاديش نجهدوا عليها الفران، غادي نطيبوها غير بالمهل. وتبارك الله كيفاش جات. ما نعاودش لكم راجلي حماق عليها وجات بنينه وساهله وما كتشدش الوقت واقتصاديه. شوفوا هاد السلطه قد ما كنعشقها قد ما بغيت نبارطاجيها معكم. كتجي بنينه بزاف بزاف. كندير فيها هنايا خيزو وجلبانه وبطاطا مسلوقين. كنزيد عليهم هنايا شويه ديال الملحه، شويه ديال الزعتر، زويته بلديه. وكندير شويه ديال البصله مع شويه ديال الربيع بحال هكا مقطعين. كتجي يا عباد الله شحال زوينه. عرفتوا راه ما كاينش اللي ما يجربهاش وما تعجبوش. اصلا هاد السلطه هذه اللي كنا كناكلو شحال هذه كتجي فعلا بنينه بزاف. كتاكلوها بارده زوينه اولا سخونه حتى هي زوينه. من بعد زدت عليها هنايا المايونيز صافي. وديك الساعه الا بغيتي تزيدي شويه الملح والبزار والكمون حتى هو كيجي زوين الكمون. فانا الكمون كنديرو في كاع لي سلطات كيبننهم ديال بسطح. وشوفوا لي المذاق. عرفتوا كنصايب فيها وكنتشهى فيها، بغيتها فوقاش يأذن ناكلها. كتجي فعلا زوينه. البنات جربوها كتجي سلطه صحيه والله الا زوينه بزاف. المهم هاي نخلي لكم وجربوها. دابا نتيا تخيلي تكوني مزوجه وصايمه وراجلك جايبك التقاليه تصايبها وخاصك توجديها للفطور. دابا نتيا تخيلي واش غتقبلها واش غطيبها ولا لا. بعدا واش غتغسليها تقدري تغسليها ايوا اختي ما عندنا ما نديرو غنسكت
غادي نصايبها وغادي نطيبها بالطريقه اللي بغا. غير هي انا باش تعرفوا انا راه ما كنحيدش لا هذا ما كنكرطاش، انا هذه هي عندي هي المهمه في التقليه. الا حيدتها كتجيني التقليه باسله، خصني ضروري نطيبها بهذا. المهم انا ما كنعرفش المسميات. المهم هذه الكرشه بحال هكا، انا هذه هي اللي كتعجبني كتجي زوينه. وهاد ما عرفتش شنو سميتها. وهذا حتى هو خصني نغسلو ونقيه مزيان، ونقيه بالملح والخل والحامض وكل شيء غادي نديرو. المهم غنصايبها مزيان. والتقليه هاد الجلده الرقيقه كنحيدها ما كنخليهاش، ها هي شفتوا كنحيد هاد الجلده. ولكن انا بصراحه كنصرع التقليه، راه كنعيد عند حماتي وكتقول لي شوفي التقليه غديريها انت هي المهمه ديالك، ديري لنا التقليه والحم مشوي في كوكور ديما في الاعياد. كما اختي طريقتي في التقليه، اول حاجه من بعد ما نقيت وخليتها ناقده في الملح والخل والحامض وكل شيء، انا دابا غادي كررتها بعدا، كررت داكشي اللي خصو يتكرر صافي. دابا غادي نبدا نطيب فيها. تجيكم خاتره، حكوا البصله ما تقطعوش طريفات، حكوها بحال هكا صافي. نديرو دابا الربيع. عرفتوا البصله كتقتلني في عينيا والله ما عرفتش، كلا عندي شي حساسيه. غادي ندير واحد 5 ريوصه ديال الثومه حيت عندي صغيره، داكشي علاش غندير غير 5 ريوصه. نتوما عندكم كبيره ديروا 2 ولا 3، المهم على حسب الكميه. ما كنديرش مطيشه محكوكه، غادي ناخذ غير مطيشه هذه ديال القرعه، وغادي ناخذ لنا معلقه كبيره صافي. غادي ندير زيت البلديه وزيت الروميه، صراحه كيعجبوني نديرهم فيها بجوج، كيعطيو واحد البنه ناموسه. انا هادو عندي مغسولين منشفين وكلشي، باش غير كنجي وكنديرهم. ندير واحد 2 ريقات مليحه، القزبر ضروري، كمون ضروري، الكمون، شويه سكينجبير، رقوم، شويه تحميره، اخر حاجه البزار. وغادي نديرها تقلى مزيان 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 عاد نسد عليها. شوفوا نسيت ما قلتش لكم ديروا الحامض، انا حيت ما عنديش الحامض مرقد غندير غير العادي صافي ونسد عليها. اليوم اختي جربت الاحساس ديال المغرب كيأذن عليا، وانا يلا غادي نحط طويله ديال الفطور، ما تبقاو ليا غير على خاطركم. عرفتي واحد الاحساس ما يمكنش هو كيأذن ما كتعرفي شنو غادي تحطي. كاين بصراحه ما كاين ما احسن تكون كلشي موجود، حيت انا وجدت هادشي خصوصا هذيك اللي كتبان لكم بحال شكل البسطيله، هذيك ماشي بسطيله، هذيك راه مسمن درتو على شكل البسطيله كيجي واعر حتى للدقيقه 90 تقرب يأذن عاد درتو، حيت كنت ناويه ندير غير التقليه بوحديتها صافي. شوفوا لي التقليه تبارك الله كيفاش جات دابا صافي الحمد لله. فطرنا وكل شيء وصلينا المغرب، ودابا غير كندير لكم المونتاج وصافي. وغادي ندوق معاكم هاد السلطه اللي الحب ما نقدرش نفرط فيها، ضروري خاصني نفطر بها غزاله والتقليه. راه حطيت لكم الطريقه، عرفتوا كيفاش جات بنينه، خصوصا شحال هادي ما بقيت كليتها. وبصحه فطوركم وباي باي.